بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي ومتابعيني؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الكعك، وهنحشيه ان شاء الله عجوة او ملبن، حسب الرغبة، يعني حسب اللي بيحب. في ناس انا بحبه بالعجوة، في ناس بتحبه بالملبن. اول حاجة هجيب كوباية مية وهحط فيها حتة خميرة وحبة سكر. المية تكون دافية ودوبها واركنها على جنب. دول 2 كيلو دقيق. هحط كل الحاجات الناشفة على بعضها، مع أقل من 8 كيلو سمسم يكون متحمص ونضيف يعني ومحمصاه. وهضيفه عليه يعني معلقة قرفة ومعلقتين سكر ومعلقة ملح. أنا بحب ريحة القرفة في قلب الكعك. مع 3 4 فصوص حبهان برضو هطحنهم واخد الناعم بتاعهم. وهجيب السمنة، ده كيلو وربع سمنة. والسمنة تكون متسيحة وتكون سخنة، يعني مش تكون سخنة تحرق ايدك ولا تكون باردة، لازم تكون دافية زيادة عن اللازم شوية. هقلب طبعا السمنة. اهم حاجة في الكعك ان انتي تبسيه، اهم حاجة في البس. بعد ما انا بسيته حبة كده ولميت السمنة بالدقيق، هنزل عليها بحبة الخميرة. والخميرة يا ريت ما تكونش كتير علشان خاطر ما تبقاش ريحتها طالعة فيه. هتبسيه بقى بسة جامدة مظبوطة. ودي يعني هي دي ربع المعلقة او الاربع فصوص الحبهان اللي قلتلك عليهم. باخد الناعم بتاعهم وبحطهم، بيدي ريحة في منتهى الجمال للكعك. انت عارفة ان الكعك غالي، فانت لما تجيبي 2 كيلو دي وتعمليهم في البيت مش هيكلفوكي زي ما تروحي تشتريهم. ده نص كوباية المية دول علشان خاطر ألم العجينة بيها. لما حطيت السمنة عليه ولميت الدقيق بالسمنة، العجينة اتلمت وبقت بالمنظر اللي انت شايفاه ده، ما شاء الله عليها. عجينة طرية وجميلة. آه وده الملبن طبعا هتجيبيه تقطعيه قطع صغيرة علشان تحشيه بيها. ودي العجوة، انا كنت عاملة الفيديو العجوة اللي فات كنت عاملاه معاكم، فخدت قطعة كده وحطيتها وسبتها بعد ما ظبطتها ولفتها بالسمسم علشان اعمل بيها الكعك احشيه بيها. طبعا المناقيش دي بتنباع عند اي حد بيبيع لوازم المطابخ. هتلاقيه عنده المناقيش بتاعه الكعك. هتجيبيه وتشكليه على ايدك زي ما انت عايزه. الكعك بيستوي على درجه حراره 180 درجه. والفرن تكوني مشغلاه من قبلها بربع ساعه ولا ب10 دقايق. لازم الفرن يكون سخن علشان تدخلي الكعك. طبعا الكعك ما تنسيش ان هو بيتخمر، بياخد خميره، يعني بيقعد من ساعتين لساعتين ونص على ما الخميره تظهر فيه وتحس ان هو يعني اتملى شويه عن ما انت كنت عاملاه. بيبقى مليان حبه كده بيزيد. الكعكايه بتبقي عاملاها صغيره، لما بتخمر الحجم بتاعها بيزيد شويه. فانت وتشميه، ان لقيتي لسه في ريحه الخميره تسيبيه شويه تركنيه حبه على ما تلاقي ان ايه بقت ريحه الكعكايه في ايدك. زي ما انت شايفه ما شاء الله ال2 كيلو رموا معايا كتير. والعجوه طبعا عاملاها معاكم قبل كده ووريتكم بتتعمل ازاي. وعملت معاكم الكعك. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه العيد، ربنا يدخل عليكم الفرح والهنا والسرور. وما تنسوش بقى اللايك والشير لقناة لقمة ولمة. العجوة هعملها كور صغيرة علشان تخلص معايا وتبقى بسرعة. زي ما انت شايفة ما شاء الله رمى معاكي كتير. وما تنسيش تسويه على درجة حرارة 180 درجة علشان يستوي بسرعة، ما ياخدش وقت، لان لو خد وقت في الفرن هينشف منك. هتدخليه الفرن وهتسيبيه، يعني ما بياخدش سوا كتير، بياخد حوالي ربع ساعة في قلب الفرن. وتديله اللون الاصفر الجميل ده. وبعد كده تطحني له السكر وحسب الرغبة. ما شاء الله طلع عامل معاكي ازاي في منتهى الجمال، تحس ان دهب مش كعك. السكر بيكون مطحون وبترشيه عليه. وبرضه حسب الرغبة، في ناس بتحبه بالسكر وناس ما بتحبوش. انت شايفة الكعكاية دايبة ما شاء الله عليها. والعجوة اهم حاجة تكون العجوة مش باينة منه علشان لما يخش الفرن العجوة ما تمررش وتيجي تقطمي الكعكاية هتلاقيها مررت. ما شاء الله زي ما انت شايفة كده الكعك طلع. وكل سنة وانت طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.